في إجماله وأجمل في تفصيله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن أمة أعزها الله بالإسلام وشرفها بالانتساب إلى خير الأنام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهي جديرة بأن تتعرف ما يتعين له صلى الله عليه وآله وسلم من حق في وجوب محبته وواجب نصرته عليه الصلاة والسلام. إذ لا عجب ممن رآه فأحبه، بل العجب ممن أحبه ولم يره. وها أنتم تؤكدون هذا المعنى بحضوركم في هذه الساحة وبشهودكم شعائر الجمعة، فما اجتمعتم إلا على الإيمان بنبوته والتصديق برسالته والقيام بأداء حقه فيما خاطبكم به من شريعته. نعم، إنها منة الله قد سبقت ولا راد لفضله، فعليكم دائما أن تؤكدوا بأعمالكم وأن تؤكدوا بسلوككم وتمسككم بقيم الإسلام التي لا تسمو الشعوب إلا بها، فإن الله سبحانه وتعالى ما شرع لكم هذا الدين إلا ليتمم عليكم نعمته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأحباب، يسرني أن ألتقيكم في هذا الجمع الكريم من أجل المشاركة في هذا المؤتمر الذي يقوم على أساس من التعرف على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعث به من هذه المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وأنا إذ أحمد الله سبحانه وتعالى على ما هداكم وهدانا لدينه والتصديق بما جاء به نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أن تعرفوا لهذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم حقه في التعلق وحقه في الاقتداء وحقه بالأخذ بسنته وحقه في الاهتداء بهديه. فما تعبدنا الله سبحانه وتعالى إلا بإقامة هذا الشرع الكريم على النحو الذي بينه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوم أن بعثه الله فيهم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيها الأحباب،
إن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، فما ينبغي أن نألو في هذا الأمر أو أن نتبع هذه الأصوات التي تظهر هنا وهناك أو تعلو هنا وهناك، وهم وإن كانوا من أمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إلا أنهم لم يعرفوا حقه فيما يتعلق بتعظيمه وتعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام. فتراهم في كثير من محافلهم ومجامعهم وجوامعهم يضاهئون قول الذين كفروا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذه حقيقة بل واقع مسلم لا يختلف فيه اثنان. نعم، ما أكثر هؤلاء فينا، وما أكثر أولئك الذين يقلدونهم من غير روية وعلى غير سنن. الكثيرون يقولون ما هو إلا بشر. نعم، أخذوا ذلك من صريح قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن الاختزال الذي يخل بالمعنى أو الذي يفسد المعنى أن يقول البعض: نعم إنه بشر ولكن يوحى إليه. هذا اختزال مخل. يوحى إليه ماذا؟ ينبغي أن نكمل الآية: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالآية بالتأمل فيها تحمل أداة الحصر في جانب بشريته وفي جانب ألوهية الحق سبحانه وتعالى. فلفظ إنما مما يفيد الحصر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا الحصر من الحصر الإضافي بنوعيه القلب والإفراد، وهو خطاب للنصارى الذين فتنوا في المسيح عليه السلام حتى تكون الفتنة في جانب نبينا مأمونا. قل إنما أنا بشر مثلكم. فإن كان المخاطب ممن يعتقد ما اعتقده في المسيح من أنه بشر وإله يكون الحصر حصر إفراد. وإن كان المخاطب يعتقد أنه إله وليس بشرا يكون الحصر حصر قلب، أي إنما أنا بشر ولست إلها. إذن المراد من هذا الحصر إثبات البشرية أو التأكيد على البشرية في مقابل نفي الألوهية، وهو ما يقتضيه الحصر في الجانب الآخر، لا نفي الخصوصية، بل الخصوصية ثابتة له بأدلتها عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. أما الحصر هنا في جانب البشرية فقد قوبل فيما يفيد أنه لا إله إلا الله. وهذا أخذته من دلالة المناسبة صدر السورة: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وفي مقطع السورة السابقة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، إنه يفيد أن الله واحد لا شريك له. فما جاءت البشرية أو تأكيد البشرية إلا من أجل تأكيد تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية. أما الخصوصية فلا بد من أن نعرف ما أثبته القرآن وما جاء في الحديث النبوي مما يدل على أنه أفضل البشر. فإن قال قائل: المشكلة ليست في إثبات البشرية، بل المشكلة قائمة
في إثبات المثلية. وأقول جوابا على هذا الإشكال: لا يلزم من كونه بشرا مثلنا من وجه أن نكون نحن مثله من كل وجه، وهذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن لا تستمع لهذه الأصوات التي يراد من ورائها الغض من شأنه عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطيل عليكم في هذا القيض وفي شدة الحر، ولكن أكتفي بما ذكرت. أسأل الله لي ولكم القبول، وأسأل الله من فضله. الحمد لله الذي لا يخيب من قصده، بل كل من قصده صادقا وجده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث ذو شجون بل وذو أشجان أيضا على ما اتبع المسلمون من هذه الأقوال التي من شأنها أن تكون أو أن تقوم حجابا بينهم وبين معرفة ما أكرمه صلى الله عليه وسلم ربه به من الكرامة العظمى. فهو صلى الله عليه وآله وسلم هو خير الخلق على الإطلاق، هو رسول الله ونبي الله الذي ختم الله به النبوات وأعظم به وجود الإنسان في هذه الحياة. نعم إنه رسول الله، ينبغي أن تحفظوا له قدره ومكانته، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا إذ تشابهت عليهم السبل فلم يعرفوا ما يتعين له من حق، وذلك خلطا معيبا. فإنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة. نعم، يقول البعض إنه لم يقل في الدنيا، يعللون عدم ذكر السيادة بأن السيادة ليست ثابتة له في الدنيا. نقول: وما قيمة السيادة في الدنيا وقد تنوزع فيها؟ السيادة في الدنيا تنازعها الأسافل مع الأعالي، أما السيادة في الآخرة فلن تكون إلا له يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. أنا أول شافع ومشفع ولا فخر. اللهم صل عليه وعلى آله، وصلنا بأسبابه، بل صلنا بأسبابك وأسبابه، واذكرنا عنده حتى نكون محل نظره عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا محبته ومحبة أهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته المباركين وأصحابه من الأنصار والمهاجرين، وارزقنا محبة الصالحين. كونوا على ما كان عليه سلفنا، بل وكونوا على ما كان عليه أو ما كانت عليه هذه الطائفة المباركة، طائفة الصوفية. أوصيكم وأوصي نفسي بأن تلتزموا هذا الطريق، فإنه خير طريق، لا مشاحة فيه ولا نزاع ولا خصومة ولا ابتداع، بل هو طريق يصل الإنسان بأسباب ربه، ويصله
بزمن نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق التأكيد على حتمية بل ضرورة محبته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وفي كل أحواله. وقد أكد الله هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، والضمير في عنه يختص به. وجاء بعد ذلك بآيات: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأيضا الضمير يختص به. نعم، الاشتراك في الأمر بالاستجابة، أما الضمير فإنه يختص به، وهذا يحل لنا مشكلة، وهي تتعلق بالحديث الذي رواه البخاري والإمام مالك في موطئه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، ثم قلت: كنت أصلي فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فلولا علمه بأن الضمير يختص به لما قال ذلك مقدما حقه على حق الله جل جلاله. أسأل الله لي ولكم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا بما كنت به لخاصة أصفيائك وأحبابك وخيرتك من عبادك. تولنا تولي الكرام عليك، المحبوبين لديك، المقربين عندك. هذا وأقول لكم: حافظوا على عهدكم مع أشياخكم، وكونوا على آثارهم مهتدين ومختفين. كونوا على آثارهم، فإن البركة فيهم إن شاء الله. فهم الطائفة التي تبقى على ما هي عليه من الصدق والإخلاص والمحبة والتقارب والتقريب. كونوا معهم وتمسكوا بما لقنوكم من هذه الأوراد: ورد الاستغفار، وورد الذكر، وورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأن القلوب تصاب بظلمات ثلاث: الظلمة الأولى ظلمة الذنب ويمحوها الاستغفار، والظلمة الثانية ظلمة الغفلة ويمحوها الذكر، والظلمة الثالثة ظلمة الشبهة ويمحوها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.